طفل يقتل طفل، وطفل عنده 12 13 سنة يقتل ازاي؟ وده ممكن يحصل ازاي؟ وهل في مبرر يخليه يحصل؟ طيب عشان ما اضيعش وقتكم، هو مفيش مبرر للشخص انه يخطأ مهما كان سنه، بس في حاجة لما الواحد بيبقى طفل بيبقى محتاج وجود الأم والأب، رقابة الأم والأب، تعامل الأم والأب، احتواء الأم والأب، تفاهم الأب، احتواء الأم، حنان الأم، حنان الأب. طب ده مش موجود، الأب بيشتغل والأم اتجوزت العم ومشيت، يعني ما بتسألش عنهم، ما فيش ود بينهم. بيبقى هو عنده حالة جوع عاطفي، ولما بيشوف حالة حنين يعني بيحمل المجتمع الذنب ده، اللي هو انا ذنبي ايه في اللي حصل لي ده. فبيشوف حد عنده الحاجات اللي هو اتحرم منها، بيقرر ان هو ينتقم منه. ايه اللي غذى عنده الحاجات دي؟ الاول خلينا نقول عدم وجود الرقابة، وعدم استثمار الطاقة. وجواه طاقة عاطفية وطاقة جسدية هي ما استثمرتش اصلا، فهو وجهها في اتجاه سلبي، مع الحاجات طبعا اللي هو بيشاهدها اللي هو قرر ان هو يقلدها ينتقم من خلالها. ليه اختار زميله ده؟ اكيد في حنان واحتواء منه لاهله، يا اما امه بتحتويه يا اما ابوه بيحتويه، في حاله احتواء اسري هو لمسها، فقرر ان هو مش محروم منها، فقرر ان هو ينفذه ازاي؟ اللي شجع ده الدوبامين عنده في المخ، الحاجات اللي هو بيشوفها. طيب مين المسؤول؟ هو طبعا كان المفروض يسأل، في حالة انه ما سألش الاهل المفروض يتابعوا، في حالة ان الاهل ما تابعوش خلاص هي دي بتبقى النتيجة. ما انا بخلي انا بتجوز الشخص وهو بيتجوزني، مسؤولين. كل واحد فينا حر، احنا ممكن يعني نتفاهم، نقرر ان احنا نتفارق، دي حاجة حرية شخصية بينا، ما حدش يقدر يتدخل. لكن في حالة ان احنا نخلف ونجيب يعني شخصيات للمجتمع، بني ادمين للمجتمع، احنا مسؤولين عنهم. لا، لو احنا خلفناهم غير مسؤولين، يعني الاب اللي بيشتغل عدد ساعات، ينزل الصبح بدري يرجع اخر الليل، ماشي، الفلوس مسؤولية، طب ماشي، وبعد اذن حضرتك التربية مسؤولية، الاحتواء مسؤولية. فين؟ اصل ظروف الحياه اكلهم فول بس احتويهم. الاحتواء النفسي عند الاطفال اهم من الاكل والشرب، واهم من اي، لا، من اي حاجه في الدنيا. طيب احنا اتجوزنا وخلفنا وما احتويناش، دي بتبقى النتيجه. بتتفاجئ على مصيبه ما تعرفش بقى جايه منين. يا اما جريمه هو عملها في نفسه بسلوك سيء يمس المجتمع، يا اما جريمه يعملها في المجتمع زي الجريمه اللي هو قتل زميله محمد ده، الله يرحمه ويحسن اليه ويتغمده برحمته يا رب. طيب انا وجهة نظري ورأيي فيه، يا جماعة لو سمحتوا، لما بنقرر ان احنا نخلف، احنا كده في صلة ممتدة بينا طول العمر. لازم الام بتظهر في الصورة دايما والاب بيظهر في الصورة دايما، وبيبقى في وقت للاطفال. يعني لازم لو ده ما حصلش بيحصل مصايب. احنا في غنى عن المصايب، ولا انتوا مش في غنى ولا ايه؟ ولا رأيكم ايه؟